بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. يا ريت يا جماعه ناخد بالنا الفتره اللي جايه من النصابين والناس اللي بتنتحل الشخصيات. يقول لك ان هو حد شغال في تبع وزاره الاسكان او حد مسؤول ويقدر ان هو يخصص لك شقه او يساعدك في التخصيص مقابل طبعا فلوس ياخدها منك عشان يساعدك في الموضوع دوت ان هو الشقه تجيلك بسرعه. واللي انا عرفته اكتر بقى طبعا المصيبه الاكبر ان في حد انتحل شخصيتي، خد صوري من على البروفايل بتاعي من على الفيس وعمل زي صفحه او بروفايل ليه تقريبا. طبعا انا لسه ببحث في الموضوع، ان جات لي معلومات عن حد كلمني من الناس اللي اتضحك عليها او اللي اتنصب عليها وخد منهم فلوس مقابل طبعا بصورتي طبعا، وقال ان هو حد مسؤول في وزاره الاسكان وحد مش عارف ايه، وضحك على الناس وقدر ان هو يلم فلوس من بعض الناس. في ناس منهم كلمتني طبعا لقوا صفحه ليا على الرسميه بتاعتي على الصفحه، راحوا واخدين رقم التليفون، لقوا ان انا طبعا مش انا الشخص اللي هو اتعاملوا معاه خالص، طبعا واحد تاني، فبلغوني يعني خلي بالك وكده. فطبعا انا ببحث في الموضوع لحد ما اقدر ان انا ان شاء الله اوصل له باذن الله، وربنا يكرم واوصل له عشان اقدر ان انا يعني احمي الناس من الاشكال ديت. وخلي بالكم يا جماعه الفتره اللي جايه هتلاقي الشغل ده كتير جدا، نصابين اللي بيطلعوا يقولوا ان احنا نقدر نعمل ونسوي، طبعا بيستغلوا احتياج الناس للشقه، الناس اللي عايزه الشقه، فطبعا بيقدروا ان هم يضحكوا عليهم بالكلام ويقنعهم. طبعا دي شغلتهم طبعا، النصب والاحتيال والكلام عشان يقدر ياخد منك اي فلوس. وطبعا مجرد ما هتحول له فلوس او تبعتها له طبعا شكرا، ولا هتعرف تجيبه ولا هتعرف تشوف ان هو ولا ليه مكان ولا معروف ولا ليه اي حاجه رسميه تعرف تجيبه منها. طبعا الحمد لله انا صفحاتي معروفه سواء هنا او التيك توك او الفيس او اليوتيوب، مكتبي معروف، الناس اتعاملت معايا كتير في موضوع الاسكان والحمد لله عارفيني وعارفين مكاني وعارفين ان هو رقم تليفون واحد بس اللي عندي اللي انا منزله سواء هنا او هنا في كل صفحاتي، هو رقم واحد اللي هو 011 بتاعي، ومكاني معروف في مدينه نصر والحمد لله رب العالمين. يعني انا يعني الناس كلها عارفاني واتعاملت معايا. فانا حبيت بس اطلع احذر الناس من النصابين واللي بينتحلوا الشخصيات، بياخدوا صور بروفايل حد يكون محترم او حد يكون علاقته كويسه بالناس او سمعته كويسه ويبداوا يستغلوه استغلال زي دوت. وده حصل معايا اهوت طبعا. فانا هبدا ان شاء الله الفتره الجايه ان انا اركز قوي على الموضوع دوت، احاول اجيبه او احاول اوصل لمعلومات بناء على الناس اللي اتنصب عليها. ويا ريت يا جماعه اي حد يشوف الفيديو وحصل معاه دوت وحد كان حاطط صوره ليا على اي بروفايل تاني وبيستغل الكلام ده يبعت لي بعد اذنكم عشان اقدر اوصل، ساعدوني ان اقدر اوصل له، ان هو طبعا اكيد استغل دوت وعارف ان انا هعرف، فاكيد بيعمل اي طريقه عشان ما اعرفش اوصل له. طبعا ده شغلهم، والنصابين طبعا بيبقوا محترفين الحاجات ديت. فخلي بالكم يا جماعه ومحدش ينساق ورا اي حد. ما انا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله تاني، محدش بيخصص شقق لحد. وزير الاسكان نفسه ما يعرفش يخصص لك شقه، ده بس عشان الناس تبقى فاهمه. واللي يقول لك غير كده يضحك عليك، واللي عايز بقى يضحك عليه يضحك عليه براحتك. انا طالع اعمل الفيديو ده عشان كده، عشان انصح الناس وعشان اللي اتاذى من حد كان منزل صوره ليا على بروفايل غير بروفايلي او غير صفحتي وحط رقم تليفون تانية. مش انا الشخص ده، انا صفحتي معروفه، رقم تليفوني معروف، عنوان مكتبي حاطه على كل الصفحات بتاعتي. اللي عايز ينورني في اي وقت ينورني عشان يتاكد مش انا الشخص اللي عمل كده. اتمنى طبعا السلامه للجميع، ونبقى حريصين شويه يا جماعه وبلاش ننساق ورا اي حد. شغل النصب بقى دلوقتي علني وفي اي حته وكله بينصب على كله. فخلي بالكم يا جماعه من الموضوع دوت. بيستغلوا احتياجاتكم للشقه، بيستغل الناس اللي هي نفسها تشقق تجيلها فيعني بنفسها باي حاجه، واي حد يقول لها ساعدوني. ناس كتير كلمتني وقالت لي لحضرتك لو هتقدر تخصص لنا شقه وشوف انت عايز ايه. قلت لهم يا جماعه انا ما بخصصش شقق لحد، انا بساعد بديك المعلومه بقول لك تعمل ايه، لكن انا مش بخصص شقق لحد ولا بجيب شقق لحد. انا بساعدك بس، لكن اكتر لا اكتر ولا اقل. اساعدك في معلومه، اقول لك اجراءات خطوات، لكن انت اللي تجتهد وانت اللي تتعب عشان تجيب الشقه. خلي بالكم يا جماعه. ويا ريت يا جماعه اي حد يوصل له معلومه عن حد انتحل شخصيتي في مقابل ان هو ياخد منك فلوس عشان حاول تجيب لي اي معلومه عنه، وان شاء الله ان شاء الله هجيبه من قفاه باذن الله. تحياتي ليكم. ويا ريت يا جماعه الفيديو ده يتشير للناس عشان الناس تاخد بالها وتبقى واعيه. محدش بيخصص شقق لحد، قولا واحدا. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير. ومستني طبعا اي حد يبعت لي يقول لي لو وصل لمعلومه لحد من الناس اللي نصبت عليه وكان منتحل الشخصيه بتاعتي بالصور بتاعتي، كان منزلها على الصفحه عنده او كان عامل بيها بروفايل. مستني ردودكم. ويا ريت يا جماعه شير لي الفيديو دوت عشان يوصل لاكبر قاعده من الناس اللي مهتمه بالموضوع دوت، عشان نقدر نوصل للقصه ديت، وربنا يسهل واقدر ان انا اوصل له واجيب حقوق الناس اللي اتاخدت. وان هو انتحل شخصيه طبعا دي اصلا جريمه لوحديها يعني، غير النصب اللي نصبوا على الناس.
واي استفسار لاي حد يا جماعه يخص اي حاجه في القانون او في موضوع الاسكان يبعت لي على الخاص او على الواتساب. رقمي موجود عندكم وما عنديش غيره وشغال 24 ساعه. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير.